الحمد لله ان النتيجه خلصت 6-2. لو كانت النتيجه خلصت 6-1 كان الرقم ده هياخد منعطف تاني خالص غير كاس العالم على السوشيال ميديا. كلام في الكوره مع احمد نصر. اخبط لايك للفيديو ويلا بينا نتكلم عن ماتش انجلترا وايران. كارلوس كروش يعني انت هو كان مدرب المنتخب المصري، واللي كنا بنسمعه من الصحف الاعلاميه والناس اللي كانت مسؤوله في اتحاد الكوره ساعتها ان هي كانت جايباه ان الراجل ده ازاي مسك وقبل ان يقبل يمسك منتخب مصر، وانه مدرب كبير وان كلام كتير قوي. هو يعني كتاريخ هو مدرب كويس ومسك اكتر من فريق وكان مساعد لاكتر من مدرب عالي وكل الكلام الكويس الجميل ده، الا ان هو لما انت تقابل فرقه او منتخب زي انجلترا دي يعني من السكوادات الاقويه جدا كافراد، يعني هي عندها لعيبه لوحدها قويه جدا، لكن هي كمنتخب مش بيقدر يعني يطلع اجمد فرقه، لكن يقدر يطلع اكتر لعيبه جامده في الدوري الانجليزي وفي جميع انحاء الدوريات في العالم الاوروبي. ولكن انا كل اللي انا قصدي اقوله ان انت وانت بتتفرج على المباراه بتاعه انجلترا المفروض ان انت تكون مذاكر كويس جدا. طالما انت مقفل يا راجل، في فرقه بتقفل اول نص ساعه تاخد جون، طب ازاي؟ طب هقول لك انا ليه. انا يعني عندي ليه ذاكره قويه مع الفرقه اللي بتقفل دي ومع نفس الامكانيات اللي ممكن نقول مصر احسن شويه. في هيكتور كوبر لما كان ماسك منتخب مصر وكان كورته دفاعيه بحته، لما قفل قدام منتخب الاوروجواي حطت جون بالعافيه في منتخب مصر. فبالتالي لما انت يا كروش لما تمسك منتخب ايران وعارف ان انت عايز تقفل يا راجل، ده انت مفيش حاجه في التشكيل الدفاعي بتاعك تقبل جون اول نص ساعه، تخرج الشوط الاولاني 3-0 وانت المفروض بتامن وبتدافع. اللي عجبني واللي ضايقني في نفس الوقت، اللي عجبني في منتخب ايران في الشوط الثاني ان منتخب ايران ابتدى يلعب كوره كويسه جدا وابتدى يباغت المنتخب الانجليزي، بس المنتخب الانجليزي على طول ما ادلوش الفرصه. راشفورد راح حاطط الجون الرابع وابتدى سيل من الاهداف. طيب هل معنى كده ان ايران استسلمت؟ لا، ايران ما استسلمتش، كانت بتلعب كره كويسه جدا وقدرت انها تروح وتسجل واحد وجابت جون من بيلين في الدقيقه الاخيره. ولكن كل اللي انا اقدر اقوله ان ما كانش ينفع خالص. يعني لما تيجي تقفل في الدفاع انت عندك في الطبيعي اي فرقه في العالم بتلعب باربعه او بثلاثه، فهنخلينا نقول التشكيله اللي لعب بيها كروش ادي 4 مدافعين. لما الراجل ده بيطلع الثلاثه دول بيروحوا وراه يغطوا، لما الراجل ده بيطلع الثلاثه دول بيروحوا وراه يغطوا. لكن حضرتك كان في هلهله غير عاديه. ومعقول يا جماعه، معقول يعني الاخطاء في التمركز في منتخبات بتلعب في كاس العالم، اخطاء في التمركز ناس مش عايزه تقف. يعني قابلنا ده في منتخب قطر، اللعيبه واقفه غلط في الملعب، قابلناه يعني في كوره كورنر على المنتخب القطري اللعيبه واقفه غلط، تحركات الحارس غلط كمان. يعني في ناس بتلعب في كاس العالم مش عارفه اساسيات الكوره، وهي ازاي انك تتحرك بس في الملعب بدون كوره. لا دي مشكله كبيره جدا. ما علينا من كل ده. عامة المنتخب الانجليزي عمل رقم يستحقه وسجل اهداف كويسه جدا، وتقريبا زي ما المعلق قال كده اللي مش سجلش النهارده مش ممكن ما يعرفش يسجل تاني. ساكا حط جونين ليه يعني بيعوض الذاكره السيئه اللي احنا كنا فاكرين عنه لما ضيع ضربتين الجزاء. كمان يعني راشفورد سجل هدف. يعني مدرب المنتخب الانجليزي كان بيبدل في الفرقه كلها. بالنسبه لي انا الماتش ده اللي استفاد منه جدا هو المنتخب الانجليزي، وهو انه قدر يستعرض ويبين مهارات او قدرات المنتخب الانجليزي بتاعه. طيب هل معنى كده ان المنتخب الانجليزي ممكن بالمستوى اللي انت شفته ده يعني يطمح بالمدى ويوصل نهائيات؟ ولكن انا بقول لك ان منتخب انجلترا كمنتخب هو منتخب ضعيف، يقدر يوصل مثلا لو قرصنا عليه شويه وضغطنا حبتين 3 ممكن يوصل سيمي فاينل. يعني لو ضغطنا شويه ولو ركز ولو كان عنده حميه فهو ممكن يوصل سيمي فاينل. الغريب اللي انا مش فاهمه ان هاري ماجواير ده ماسك ايه على ادارات الانديه، ماسك ايه على ادارات المنتخبات. الراجل ده ماسك ايه بالظبط؟ الراجل ده بيلعب في كل حته، الراجل ده بقى بيلعب في كل حته. حتى في الفتره الاخيره لما كان ليه ذكريات سيئه والناس بقت تقول لما بينزل بنخسر، حتى لو ما غلطش هو وش وحش، برضه راح المنتخب الانجليزي وبرضه في التشكيل الاساسي وبرضه ابتدى المباراه.
طيب وحد تاني يقول لي ان هو ما لو ما ابتداش مباراه زي مباراه ايران هيلعب اي مباراه. هو يلعب ليه اصلا؟ هو اصلا ليه يلعب اصلا وهو لاعب احتياطي؟ يا راجل ده انت ما خدتش سانشو معاك وهو واخد لي. بس انا عايز اقول ان فكره سانشو دي ان هو مش موجود في كاس العالم، يعني سواء لو كانش حتى يعني مصاب او غير مش مصاب، عدم وجود سانشو هو موجود يعني ليه اسباب كتير. عندك ستيرلينج وجريليتش و راح اسمه ده فودن عندك فرقه، يعني عندك تلت امامي قوي جدا، ما تقدرش ان انت تقول ايه طب ليه ما خدتوش. بس دي مش مشكلتنا خالص. انا كانت مشكلتي ان انا كان نفسي يعني المنتخب الانجليزي ما كانش يحط 6، كان ممكن يحط 7 8 كمان على فكره، وكان ده يكون رقم للتاريخ ليهم. بس يلا مش مشكله. وكان نفسي افرح في كارلوس كروش ده، لان هو لما جه المنتخب المصري، بص هو يعني المدربين زي اللعيبه، في مدربين بتروح انديه تعمل معاها اللي، وفي مدربين تروح انديه ثانيه ما تعملش معاها اي حاجه خالص. فهنا اللعيبه دي تقول ان المدرب ده فاشل، وهنا اللعيبه والجمهور هنا يقول ان المدرب ده ناجح. عندك مثلا كده مثال مصري حصل عندنا في مصر، وهو مانويل جوزيه. مانويل جوزيه عمل حاجات اسطوريه في النادي الاهلي، خرج بره نطاق النادي الاهلي، ما عملش اي حاجه خالص. فبالتالي كارلوس كوريش ممكن ايه كوريش اللي انا بقولها دي كارلوس كيروش. فكارلوس كيروش ده لما جه منتخب مصر ما قدمش اي حاجه تبرهن ان هو في حاجه، ده كان بالعكس كان بيتخانق مع الجمهور المصري. ده كان راجل فيه حاجه غريبه في عقله. وكان المشكله اللي بتصدرها لنا الاعلامي ان هو ده بص دي خش ودار ان الراجل ده اصلا رضي ان يجي يمسك منتخب مصر. ليه يا عم؟ انت عندك محمد صلاح وعندك تريزيجيه وعندك مصطفى محمد وعندك محمد النني، كل دي اسماء مهمه جدا في الدوريات الاوروبيه. كمان انت بتقول لي ان الناس دي يعني مستواها مبشر جدا ان ممكن تعمل منتخب. كان خساره ان مصر ما تكونش موجوده في كاس العالم زي ده. كانت مباراه مهمه جدا ما بين ايران والمنتخب الانجليزي. شفنا يعني ظهور قوي للمنتخب الانجليزي، بس ده برضو ما تقيس عليه اي حاجه، زي بالظبط ماتش الاكوادور ما تقيس عليه اي حاجه. كان المنتخب القطري ضعيف، وكان المنتخب الاكوادور قصدي وكان المنتخب الايراني ضعيف. هنشوف بقى كده. يعني هو الطبيعي ان اصلا ايران انت ما تستناش منها حاجه في المجموعه بتاعتها، نفس الكلام قطر، نفس الكلام ممكن على فكره الاكوادور. احنا لسه هنشوف السنغال هتعمل ايه. كان معاكم احمد نصر، اشوفكم الحلقه الجايه، الى اللقاء.